انا ولادي بيحبوا المكرونه اللي بتتباع بره، وقالوا لي يا ماما احنا عايزينها. قلت لهم لا، ده انا هعملها لكم في البيت، ومعلقه واحده بس هي اللي هتخلي الطعم زي بتاعت بره. جبت عندي ميه بتغلي وحطيت عليها كوبايتين مكرونه من اني نوع عندك. انا كان عندي المكرونه العقل دي، حطيت مع كوبايتين وسبتهم يغلوا، وكنت الجنب التاني بغلي عندي اللبن، وبعدين صفيتها وسبت يعني ربع كوباية مية كده من بتاعة المية بتاعة المكرونة السلق، وحطيت عليها معلقة سمنة كبيرة. تمام. وبعد كده حطيت كوباية رتل اللبن عندي كنت غلياه، وسبته يبرد شوية عبال ما المكرونة تتسلق. وحطيت عندي ريت اللبن والقشطة اللي انتوا شايفينها دي، طبعا ما تسيبهاش، حطيها معاها، هتزود من دسامة المكرونة. وحطيت بالظبط 9 معالق سكر، يعني حوالي كوباية سكر. ده كده السكر مظبوط، عايزة تقللي قللي، بس هو سكرها حلو. ومعلقة كريم شانتيه، دي بقى اللي بتديها يعني نكهة وبتخليها زي اللي بتتباع بره بالظبط. هنا بعد ما غلق الكريم شانتيه دوبته كويس مع المكرونة والسكر داب، جبت معلقتين نشا ودوبتهم في شوية مية. أنا عندي لبن كفاية، لو عندك لبن حط لبن. دوبتهم في شوية مية وبقلب. أنا مش عايزاها تقيلة، مش عايزاها تبقى مهلبية، أنا عايزاها بس تمسك شوية، تبقى يعني إيه ماسكة معاها شوية خفيفة كده. وبقلبها كويس، وقلبي كويس عشان النشا ما يكلكعش. وزي ما انتوا شايفين هي ما تقلتش قوي، لا هي لسه خفيفة. وحطيت الفانيليا بتاعتي وطفيت عليها، قلبت وطفيت عليها، بس كده. كده هي المكرونة بتاعتي خلصت، وانا طفيت عليها واحطها في القالب بتاعي. عندي جوزي بيحب المكرونة تبقى بالزبيب والجوز الهند، فعملت له على جنب. حطيت زبيب وجوز، وقلبت الزبيب مع المكرونة علشان الزبيب لو فوق الوش كده هيتحرق ومش هيبقى حلو. فتدخليه جوه، تحطيه جوه المكرونة وتقلبي كويس، علشان خاطر الزبيب لو فوق الوش هينشف وهيتحرق، لكن لما يبقى جوه المكرونة هيشرب من السوائل بتاعتها وهيبقى طري. فأنا عملت جزء كده وجزء كده، جزء من المكرونة بالزبيب والجوز، وجزء عادية. وبعد كده دخلتها عندي الفرن حوالي، انا ما شغلتش عليها الشواية بصراحة. ممكن لو حابة تشغل عليها الشواية شغل عليها الشواية، هي مستوية، بس انا بحب القاع بتاعها من تحت يبقى محمر برضو. فشغلت الفرن لمدة نص ساعة، وزي ما انتوا شايفين النتيجة. طبعا التانية اللي خلصت عيالي اكلوها وخلصوها، فدي اللي اتبقت قلت اما الحق اصورها لكم قبل ما يجوا لها هي كمان. فزي ما انتوا شايفين شكلها يجنن زي بتاعت بره بالظبط، الطعم في منتهى الجمال والروعة. اتمنى ان انتوا تجربوها، واتمنى انها تنال اعجابكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.